الكاف يدرس زيادة مكافأة الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا ودوري السوبر الأفريقي في النسخ القادمة. اجتماع هام بين كولر ولجنة التخطيط بحضور الخطيب وحسام غالي اليوم لمناقشة مستجدات ملف الصفقات وخصوصا ملف المدافع وملف ضم مهاجم آخر. وسام أبو علي يتفاجأ بحجم الشعبية الكبيرة التي أصبح يحظى بها بعد انضمامه للأهلي وكمية الجماهير الكبيرة التي أصبحت ترغب في التقاط صور معه وحجم الرسائل الضخم والمتابعين الجدد له على انستجرام. مارسيل كولر يؤكد لوسام أبو علي في جلسة خاصة أن انضمامه للأهلي لم يكن صدفة وأنه تابعه طوال الفترة الماضية ويعرف إمكانياته بشكل جيد ويعول عليه كثيرا لصناعة مجد مع النادي الأهلي النادي الأفضل في الشرق الأوسط. كولر يؤكد لمحمد شريف في زيارته أمس أن النادي الأهلي سيكون مفتوح أمامه في أي وقت يرغب فيه بالعودة وأنه يتمنى له التوفيق في تجربته الحالية. واللاعب يستغل الزيارة لتهنئة وسام أبو علي الوافد الجديد على انضمامه للأهلي والتقاط صور تذكارية مع زملائه السابقين في الفريق. بيرس تاو يلتقي مع أليو ديانج بالصدفة في كوتوفار ويستقبله بالأحضان التي تؤكد علاقة لاعبي الأهلي الرائعة ببعضهم. الأهلي يتأكد من سلامة أليو ديانج بعد الشائعات التي روجت لها بعض الصفحات مؤخرا عن تعرضه للإصابة. كريم الدبيس ظهير الأهلي الشاب يستغل عدم ارتباط الفريق بأي مباريات في هذه الفترة ويحتفل بخطبته في أجواء أسرية. طبيب الأهلي يؤكد أن حالة أحمد عبد القادر تحسنت كثيرا وأن التمزق التئم بشكل كبير وخضوع اللاعب لأشعة جديدة خلال أيام قليلة لمعرفة موعد انتظامه في التدريبات بعدما تسبب في تغريم قارب 2,400,000 دولار لصالح الزمالك بسبب الفساد الذي كان يقوم به وتوثيق عقد اللاعب بشكل غير قانوني وسرقة ملابس المنتخب. مجدي عبد الغني يدرس العودة لاتحاد الكرة الفترة القادمة لارتكاب المزيد من الجرائم وذلك بعدما هرب بفعلته الماضية وأزماته التي لا تنتهي. مروان حمدي يرفض عرض من زد وآخر من بيراميدز وآخر من الزمالك ويواصل تمسكه بفسخ عقده مع المصري البورسعيدي على أمل أن ينضم للأهلي. سيراميكا كليوباترا ونادي زد وسموحة يتقدمون بعروض لصلاح محسن مع الأهلي بعد خروجه من حسابات كولر تماما. الكاف يعين الموريتاني دحان بدة حكما لمواجهة مصر وموزمبيق في افتتاح مشوار المنتخب في كأس الأمم الإفريقية. فيتوريا يحذر لاعبي المنتخب الوطني من الحماس الزائد في المران خوفا من الإصابات التي قد تتسبب في فقدان أحد عناصر القوام الأساسي. مدرب موزمبيق يطالب لاعبيه بضرورة الإيمان بقدرتهم على تحقيق ما لا يتوقعه الناس أمام مصر في مباراة الغد ويؤكد لهم على ضرورة الاستمتاع بالمباريات. فيتوريا يكثف تدريبه للاعبي المنتخب الوطني على التسديد من خارج ال18 لتطوير هذا السلاح والذي يمكنه إنهاء المباريات الصعبة التي يكون بها تكتلات دفاعية. فيتوريا يحذر لاعبي المنتخب الوطني من خطورة موزمبيق في الهجمات المرتدة قبل مواجهتهم غدا. حازم إمام يحفز لاعبي المنتخب الوطني في كوتوفار ويؤكد لهم على ضرورة تحقيق انطلاقة جيدة في البطولة غدا لتوصيل رسائل للمنافسين بأنهم قادمين لحصد اللقب. وليد صلاح الدين يؤكد ثقته الكبيرة في قدرة عبد المنعم وحجازي في أخذ لقب أفضل دفاع في بطولة الأمم الإفريقية ويرفض تقليل الهجاص مجدي عبد الغني من لاعب اتحاد جدة. أبو بكر مهاجم الكاميرون يتعرض للإصابة قبل انطلاق أفريقيا ومشاركته في البطولة تصبح محل شك. وليد الركراك المدير الفني لمنتخب المغرب يعد الجماهير المغربية بتحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية. علي جبر لاعب بيراميدز ينتقد منتقدي تجربة ناديه ويؤكد أن ما يتحقق نجاح وليس فشل فالفريق تأسس منذ 5 مواسم فقط وينافس حاليا على كل البطولات المحلية مع الأهلي والزمالك وكذلك البطولات القارية. اتحاد الكرة يطالب الزمالك ب15 مليون جنيه قيمة الدفعة الثانية من المديونات المستحقة على النادي لصالح الجبلاية ويؤكد أنه لن يقيد أي لاعب للأبيض حرفع حظر القيد إلا بعد سداد هذه المديونية. علاء ميهوب نجم الأهلي السابق رمضان صبحي لديه إمكانيات كبيرة وأتمنى أن يعود للنادي الأهلي لأن ده مكانه الطبيعي وإذا لم يعود رمضان صبحي للأهلي فالأفضل له الانتقال للزمالك ولو أنا صاحب قرار رمضان سيعود للأهلي لأن ده مكانه الطبيعي. رمضان صبحي محتاج نادي جماهيري واللعب في وجود جماهير يخلق دوافع وما ينقص نادي بيراميدز هو الدوافع رغم إمكانيات النادي الكبيرة. طاهر أبو زيد ربما لا نكون الأفضل فنيا بين كل المنتخبات ولكن نملك ما لا يملكه الآخرين وهو التاريخ بإحراز 7 ألقاب ولم ينجح منتخب آخر في تحقيق مثل هذه الأرقام إضافة إلى الروح والحماس فضلا عن الموهبة وكل ذلك لابد أن يرتبط بالجماعية في الأداء.
والتي لو افتقدها المنتخب من الممكن بسهولة أن تخطف منه المباراة في دقائق معدودة. الجماعية هي التي تكون كلمة السر في تفوق المنتخب الوطني وإحرازه للقب. التجارب التي خاضها فيتوريا حتى الآن سواء في التصفيات أو حتى الوديات أراها إعداد لاختبار حقيقي لم يبدأ بعد، وهو البطولة الإفريقية، والتي لا بديل عن النجاح بها وإحراز اللقب. وبكل صراحة فيتوريا على مدار ما يقرب من سنة وعدة شهور لم يظهر حتى الآن البصمة والتي أتمنى أن أراها في أفريقيا. الحديث عن الجماعية لا يعني تجاهل أصحاب القدرات والأعمدة الأساسية التي تصنع الفارق في المنتخب، وكل التقدير لكل اللاعبين، ولكن يبقى كلمة السر في الثنائي محمد الشناوي حارس المرمى، والذي أتمنى أن تحفظه العناية الإلهية من أي إصابات، خاصة أنه أسد في عرينه وصمام الأمان لكل الفريق. والثاني محمد صلاح بكل قيمته وجماهيريته ورسائله الإيجابية لزملائه. أرفض بشدة تصريحات فيتوريا عن عدم رغبته في وعد الجماهير باللقب حتى لو كانت على سبيل المناورة، فالمنتخب المصري دائما هو أقوى المرشحين، ولا أتصور أن يتحدث قائد المنتخب بكل هذا الحماس عن الفوز بالبطولة الثامنة ووعده لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بالعودة باللقب، ويكون حديث المدير الفني على أنه لا يعد باللقب. كلامي ليس المقصود منه انتقاد فيتوريا، فهذا الوقت يتطلب منا جميعا التوحد خلف المنتخب ودعم فيتوريا حتى لو كان هناك بعض التحفظات، ولكن أتحدث عن حالة المنتخب والجماهير المصرية. وكنت أتمنى أن تكتمل هذه الصورة بأن تشعر الجماهير بحالة الشغف والإصرار من المدرب على اللقب، ولنا في الكابتن حسن شحاتة القدوة والمثل. الحديث عن الكابتن حسن شحاتة يطول، فهو أعظم مدرب في تاريخ الكرة المصرية بلا منازع، ويستحق أن يتم تكريمه بطريقة تكون شاهدة للأجيال القادمة على ما حققه من إنجازات بالفوز ب3 بطولات ونسختين منها خارج الأرض في إنجاز لم يحدث مسبقا. كهربا، زيارة الرئيس السيسي لمعسكر المنتخب قبل السفر لكوتوفار شيء كبير وشرف لنا، ونود أن نتوجه له بالشكر على دعمه للمنتخب. تركيزنا منصب على الفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية، والدعم المستمر من الجميع مطلوب. نحن مع منتخب مصر، ويجب أن ننسى انتماءاتنا ونريد من الجمهور الدعم المطلق للمنتخب فقط لا غير، ودعم جميع اللاعبين والجهاز الفني. جميعنا إخوة في معسكر المنتخب ونحب بعضنا البعض، وتلك الأمور يجب أن تصل للجمهور. أخوض 90 دقيقة في الملعب وأدافع عن النادي الذي ألعب له في الملعب، ولكن في إطار الود والاحترام، وبعد نهاية 90 دقيقة نكون أصحاب وإخوة، وهذا ما يجب أن يصل للجمهور. جميعنا مع منتخب مصر، ويجب عليكم مساندتنا والوقوف خلفنا وننسى كل التعصب. عماد متعب، يجب على المجموعة الهجومية استغلال الفرصة في أفريقيا والتعامل مع كل فرصة على أنها الأخيرة، والبدايات هامة للغاية، لأنه عندما تسجل وتنتصر ستحصل على الثقة. محمد صلاح يمتلك خبرات وإمكانيات غير طبيعية، وتريزيجيه واحد من أهم لاعبي منتخب مصر وواحد من هداف الجيل الحالي. مصطفى محمد مهاجم قوي بمعنى الكلمة، ويجب عليه أن يتفاهم مع محمد هاني وعمر كمال عبد الواحد، بالإضافة لفتوح ومحمد حمدي للحصول على عرضيات مميزة، فهو يجيد اللعب برأسه بشكل جيد. يجب التركيز على الزيادة داخل منطقة الجزاء والتسديد على المرمى من خارج المنطقة، لأنها أمور ستساعد المنتخب على تحقيق الانتصارات. الجيل الحالي لمنتخب مصر حقق نتائج إيجابية ويمتلك لاعبين مميزين، ولو لعبنا بنفس الروح التي ظهرت في لقاء الجزائر الودي لن يستطيع أي منتخب في أفريقيا إيقافنا. الصقر أحمد حسن، منتخب مصر متكامل في الوقت الحالي ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى، والقائمة الحالية أفضل من التي تواجدت في النسخة الماضية بكل تأكيد، والمنتخب يملك فرصة كبيرة في التأهل إلى المباراة النهائية. إمام عاشور يمتلك إمكانيات كبيرة، وهو الأقرب إلى أن يكون خليفتي في الملاعب. هو لاعب يملك إمكانيات كبيرة على المستوى الدفاعي أو الهجومي، وقادر على الظهور بشكل مميز خلال بطولة الأمم الإفريقية والحصول على ثقة روي فيتوريا المدير الفني. معجب بفتوح جدا، وأرى أنه مفتاح لعب مهم جدا في حال كان جاهز بدنيا. فتوح لم يكن يشارك في الفترة الأخيرة، لكنه ظهير أيسر بنكهة صانع ألعاب ولاعب مختلف ويمتلك شخصية في الملعب، وأعتقد سيكون الحصان الأسود بين لاعبي الفراعنة في البطولة.